والله شو بدي احكي ما بعرف. مباراة ابرز المتفائلين والمتوقعين والمخططين واللي راسمين سيناريوهات جبارة بتوقع ما توقع هيك نتيجة 3-3، وما توقع هذا السيناريو وهي الجمالية بالاهداف والسهولة الاهداف بنفس الوقت. نحكي نحن عن تقريبا 3 اهداف جبارة جدا و3 اهداف عادي جدا وباخطاء ساذجة. طبعا هون عم نحكي عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في البرنابيو. تعادل تقريبا مناسب جدا لمانشستر سيتي. اتوقع بيب جوارديولا حقق اللي بده اياه. قبل ما اكفي بدي لك تعملي لايك اشتراك في عز الجرس. تابعنا حسابات السوشيال ميديا، رابط نشر تحت، رابط قناة احتياطية ايضا بنشر عليه شغلات بسيطة جدا بإمكانك تتابعني عليها. المشكلة إنه بيب جوارديولا مثل ما قلت حقق أخذ اللي بده إياه من هي المباراة بمنتهى الصراحة. أخذ تقريبا كل شيء بيحلم فيه في ملعب صعب من البرنابيو. 3 أهداف وتقريبا قدم واحدة من أصعب المباريات اللي له تكتيكيا في مباراة اليوم. والريال مدريد تقريبا أيضا على مستوى كارلو أنشيلوتي قدم واحدة من أفضل المباريات اللي له على المستوى التكتيكي. يعني هون بنحكي تكتيكيا، شيل نتيجة المباراة، شيل الأهداف اللي صارت، شيل كل شيء. نحن بنحكي على أسلوب فريقين. بالشوط الاول ريال مدريد فوق تكتيكيا بطريقه جباره جدا على بيب جوارديولا، خلاه فريق عقيم عديم الحلول. تقريبا ما شفنا ولا اي لاعب كان له بصمه او ولا حتى تاثير 10%، باستثناء الهدف الاول تبع برناردو سيلفا. ولا اي واحد، لا فودين بيان، لا جوارديولا، ولا حتى جريليتش، ولا حتى برناردو، ولا اي لاعب. على عكس ريال مدريد كان في عنده لاعبين مهمين جدا. نحكي عن مستوى الشوط الاول طبعا، برجع بذكر مهمين جدا بقطع الكرات: كروس، كافامينجا، فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور، بالاضافه لروديجير ومراقبته ل لهالاند. شيء جبار جدا من ريال مدريد، تكتيكيا واقف صح، عرفان كيف عم يتحرك في مجريات المباراه. ما في مجهود كبير صرفوا لانه مسلم الطابه لمانشستر سيتي، وتقريبا مترين لهون من كروس، مترين على اليمين، وكذلك الامر مترين فالفيردي على الشمال، مترين على اليمين، وقريبين من بعض، المسافات قريبين، مساكرين الخطوط بين بعضهم. وريال مدريد بالفعل قدم مباراه على المستوى التكتيكي برجع بقول تفوق فيه على بيب جوارديولا كارلو انشيلوتي. ولكن في شيء صار انه هذا هو مانشستر سيتي، هي خطوط مانشستر سيتي بتصوري، هذا هو مانشستر سيتي. ممكن صحيح تيجي تشوف ودين تقريبا قدم أسوأ مباراة له هذا الموسم، على الرغم انه سجل هدف خرافي وبفرصة واحدة شم الجول، هدف خرافي. جفاردول ايضا مباراة متوسطة جدا بتسديدة واحدة بيا. هاي قوة مانشستر سيتي، اي خطأ قدامهم ولو غفلتك ثاني تخسر، ثاني بتبلع. هاي خطورة مانشستر سيتي. ريال مدريد على العكس صار في اهدار فرص من بعض اللاعبين، بحكي على تسديد رودريجو، بحكي على فرصتين من فينيسيوس جونيور، بحكي على بيلينغهام وما كان في له تأثير واضح على الأدوار الهجومية، ولكن الأدوار الدفاعية كانت واضحة جدا. لا يمكن انه نتجاهلها او انه تبعد عنها، لانه شفت بالسوشيال ميديا في كتير اشخاص تهاجم بيلينغهام. لا، ادواره الدفاعية كانت ممتازة جدا. ربما ما نقاطع كرات او ما قطع كرات بكبيرة او كثيرة، ولكن شوف التحرك، في اشياء بتصير بكرة القدم ما ضروري انه يقطع طابة، في تحرك، في مكان بيوقفه بيخلي اللاعب بالمقبال وينجبر يلعب كرة سلبية للاعب ثاني او يرجع بالكرة لورا. عمل بيلغهام اليوم كان خلينا نقول جيد، يصل الى جيد جدا. في عندي ملاحظة صغيرة على جبن كارلو انشيلوتي بمنتهى الصراحة، وتحديدا لو حكيت بعد الهدف الثاني لريال مدريد. انت تلقيت هدف قاسي جدا ببداية المباراة، امورك طيبة، رجعت بالمباراة بدقيقتين ورجعت سجلت جولين ممتاز جدا، ولكن ما كان في عودة، ما كان في حدي. انا بتصوري لو ريال مدريد وهو قادر، شوف الفكرة انه ريال مدريد قادر، لو ريال مدريد او كارلو انشيلوتي بعد الهدف الثاني حب يمسك الطابة ويعمل شوية ضغط على لمدة 10 دقائق، جرب فيهم 10 دقائق اخي، جازف هال10 دقائق، راهن على هال10 دقائق، راس مالها حتبلع جول بتصير نتيجتينات، انت ثلاثات. جازف ال10 دقائق، بتصور كان هذا الوقت بعد الهدف الثاني تبع رودريجو، هذا الوقت كان ممكن يتم القضاء كليا على مانشستر سيتي. انا هذا بتصوري. دخلت عمليه شك عند اللاعبين، عند المدرب. فانت وقت بترجع بنفس السيستم، يلا سلمون طابي واعتمد انا على المرتدات. كان فيهم مشكله كتير كبيره بريال مدريد، المشكله ما حقول بجبن كارلو انشلوتي، ولكن بطريقه واسلوب كارلو انشلوتي المفروض تبقى افضل. انا بتصوري، انا بعد ما جبت جول، او اي مدرب او المنطقي في العالم، بعد انت ما تجيب جولين ترجع بالنتيجه امام مانشستر سيتي وخصم صعب مانشستر سيتي، ترجع بدقيقتين بالمباراه وتصير متفوق، في عندك مرحله 10 دقائق
جس نبض، جس نبض. هون بيجي على بتصوري بسبب كارلو انشيلوتي، وبالاضافه اتوقع خبره اللاعبين. شوف نحن الريمونتادات السابقه اللي صارت تبعت ريال مدريد، كان دائما بنزيما دفعه القوي يأمر اللاعبين للامام، لانه يعرف الوضع النفسي، هو القائد بهذا الفريق. اليوم ريال مدريد افتقد لهذا الشيء بصراحه. بالمجمل تعادل برجع بقول ايجابي جدا لمانشستر سيتي. ما حقول سلبي كتير لريال مدريد، لانه 90 دقيقه قادرين جدا بنهايه المطاف. هاي ريال مدريد وهي بطوله دوري ابطال اوروبا ما صعبه. تعادل، اي فوز للريال بيتاهل، اي فوز لمانشستر سيتي بيتاهل. بس بنفس الوقت على ريال مدريد ما سهله، اسهل وعلى مانشستر سيتي. هذا كل شيء في مباراة اليوم. تقييم اللاعبين سريعا بتصوري لونين، على الرغم انه اخطأ بالهدف الاول، ولكن كان في له عدة تصديات. وبتصوري بسبب قوة التسديدات والتكنيك التسديدي، بتصوري لا يتحمل مسؤوليتهم. وتحديدا نحكي على هدف لونين بصراحة، ربما شوي بهدف جفايردول وهدف طبعا برناردو سيلفا أكيد. لذلك بعطيه في مباراة اليوم 60 من 10. خط الدفاع بتصور تبع ريال مدريد اليوم قدم مباراة ممتاز جدا. ميندي كان واحد من أفضل لاعبي، حد كتير من خطورة برناردو سيلفا، وحتى فودين وقت لعب على جهته تقريبا لم يتم مراوغته ولا مرة، فبعطيه 60 من 10. روديجير كان واضح جدا انه حجم، للأسف شديد حجم هالاند وبين مين هو هالاند، أظهر عيوب هالاند، فلذلك بتصور بيستاهل 7 من 10. تشواميني قدم مباراة ممتازة جدا أيضا على الرغم من الخطأ وغيابه في مباراة الإياب، ولكن بياخذ أيضا 8 من 10. داني كارفاخال الماكينة التي لا تتوقف في ريال مدريد، قدم مباراة جبارة جدا على جميع المستويات، دفاعيا مع هجوميا. طبعا بتعرفوا داني كارفاخال حكينا عن موضوع كتير محمي جدا بفالفيردي، فلذلك داني كارفاخال بياخذ 6 من 10. توني كروس شوط اول ممتاز جدا، شوط ثاني كان في تراجع، تقريبا بيتحمل مسؤوليه هدف فودين، فلذلك بياخذ 5 من 10. كافامينجا قدم مباراة ممتازة جدا دفاعيا، وطريقة خروجه في الكرة كانت ممتازة، بس يتحمل شيء من هدف جفاردول أيضا، مع هدف فودين بيتناوب هو وكروس بالمسؤولية عليه، فأيضا بياخذ 5 من 10. رودريجو فينيسيوس جونيور حاعطيه نفس التقييم 6.5 من 10. كان بإمكانهم تقريبا فينيسيوس أهدر كرتين ورودريجو أهدر كرتين، كان بإمكانهم يسجلوا هذه الكرات وتتحول المباراة من خسارة لفوز، وربما نحكي عن تأهل واضح لريال مدريد. نحكي عن فالفيردي، واحد من أفضل اللاعبين في ريال مدريد هذا الموسم، بيستاهل 7 من 10. تشواميني هو تقريبا برجع بقول على المستوى الوضوح، انك انت تشوفوا انه وين شو اللي عمله بيلينغهام، فانت صعب تشوف هذا الشيء، ولكن ادواره كانت ممتازه جدا في الملعب، وتحديدا في عمليه الضغط بالبدايه، فبيستاهل 5 من 10 تقريبا. بنروح على مانشستر سيتي، اورتيغا بيستاهل 5 من 10، بيتحمل شيء من الهدف الثاني تبع ريال مدريد. اكانجي قدم مباراه متوسطه جدا بالدفاع، تقريبا نقيم الدفاع كلياته تقييم وحدي. دفاع كان في الحاله الهجوميه اوكي ممتاز جدا، ولكن كان في عنده صعوبه بالبناء، صعوبه في مراقبه بعض اللاعبين، كان كثير اخطاء. اكانجي كان ممكن ينطرد، فلذلك اكانجي وستونز وروبن دياز هدول ثلاث لاعبي بيستاهلوا 6 من 10. كفاير دول لهدفه الثالث بيستاهل 7 من 10. رودري في مباراة اليوم تقريبا واحد من اهم اللاعبين في مانشستر سيتي، اعطاهم توازن كثير جبار، فبيستاهل بصراحة 7 من 10. كوفازيتش واحد من الأسوأ بيستاهل 5 من 10. برناردو سيلفا الهدف الأول أعطاه شخصية على ريال مدريد، فبيستاهل 7 من 10. فيل فودين على الرغم انه بين بها بلقطة واحدة كان له تأثير، الهدف الثاني تبعه كان له تأثير جبار جدا، بيستاهل 7 من 10. جريليتش اتوقع على مجمل المباراه بصراحه كان هو تقريبا اكثر لاعيبه مانشستر سيتي ظهورا بيستاهل 7 من 10، بيحكي انه فازوا. هالاند واحد من اسوء اللاعبين في مباراه اليوم، واحد من اسوء اللاعبين في اخر مباراتين مع مانشستر سيتي، بيستاهل 5 من 10. الى هنا تنتهي الحلقه. برجع بذكرك ما تعمل اللايك، اشترك في الجرس، تابع حسابات السوشيال ميديا، الروابط بتلاقيها تحت، رابط قناه احتياطي ايضا. حاليا بالكل فما حاجه فما انتم. سلام.